اخت جوزي دي بصرم بطريقة حالتها صعبة جدا، ما بقتش خلاص عارفة اتعامل معاها. دلوقتي انا رحت لحماتي ورحت لاخت جوزي زيارة، وكنت لابسة فستان جديد، وكان الحمد لله الفستان كان حلو جدا عليا. عايزة اقول لكم ان اول لما شافت الفستان عليا كانت هتتجنن من جماله، ولقيتها بتقولي فستانك حلو جدا وشيك جدا، انا عايزة فستان زي اللي انتي لابساه ده. قلت لها حاضر عينيا، انا هجيب لك فستان زيه، لان هي ما سابتنيش خالص الا لازم اجيب لها واحد زيه. وبصراحه الفستان ده انا اختي هي اللي فصلته لي، فرحت عند اختي وقلت لها معلش فصلي فستان زي فستاني بالظبط لاخت جوزي. وفعلا اختي عملت لها الفستان. ورحت بقى عند حماتي علشان خاطر ان انا ادي اخت جوزي الفستان، وعجبها واتجننت عليه وكانت معجبه بيه جدا وبجماله. وطبعا قالت لي ميرسي جدا متشكره جدا. وطبعا انا كنت قاعده ومستنيه ان المفروض ان هي تديني تمن تفصيل الفستان، وكنت مستنيه هي اللي تديهولي او حماتي. لقيتهم الاتنين قاعدين كده وكانت مبسوطه بالفستان، ولا اي تعليق على اي حاجه ولا ادوني اي حاجه. انا استغربت طبعا من رد فعلهم كده، لان هم عارفين ان اختي هي اللي بتفصل الفساتين دي، فالمفروض ان هم ذوقيا كانوا ادوني الفلوس. طبعا انا روحت البيت وكنت زعلانه جدا، وقعدت واتكلمت مع جوزي في حاجه زي كده، وقلت له انا عملت لاختك فستان، هي طلبت مني ان انا اعمل لها فستان. فلما رحت عند مامتك ولا هي ادتني الفلوس ولا مامتك ادتني الفلوس، فانت شايف ان ده طبيعي؟ طبعا لقيت رد فعل جوزي قال لي لا طبعا مش طبيعي، وعيب كده الموقف اللي حصل ده. خلاص انا اللي هروح وانا اللي هتكلم معاهم وهجيب لك تمن الفستان، لان طبعا دي قله ذوق اللي هم عملوه ده. المفروض ان هي عارفه ان انتي بتعملي الفستان عند اختك، وان المفروض كده هيبقى شكلك وحش قدامهم. طبعا هو نزل على طول عشان خاطر يروح يتكلم مع مامته ويتكلم مع اخته، دخل لاخته وكلمها وقال لها هي مش عملت لك فستان والمفروض ان انتي كنتي تديها ثمنه. قالت له فستان ايه؟ الفستان اللي هي عملته لي ده انا ما طلبتش منها، انا قلت لها انتي فستانك حلو. قلت لها انا بصراحه انا نفسي في واحد زيه، فانا نفسي في واحد زيه هديه، لكن مش معنى كده ان انا اديها تمن الفستان. طبعا انا افتكرت ان هي جايبهولي هديه، لكن انا اديها فلوس ليه؟ طبعا جوزي استغرب من حاجه زي كده، وقال لها لا طبعا انت عارفه ان هي عاملاه عند اختها هي اللي بتفصل، المفروض ان انت ما تحرجيهاش معاها. فدلوقتي لقيتها بصت له بطريقه وحشه جدا وزعلت منه، وزعلت مني انا كمان. ودلوقتي ولا هي ولا امها بيكلمونا، وبالاخص انا زعلوا مني وقالوا لي انت وقعتي بينا وبين بعض وزعلتي ابننا مننا. هل كده فعلا انا غلطانه في اللي انا عملته ده؟ هل كده ان انا ما عملت لها فستان وكان نيتي خير في الاخر يزعلوا مني انا؟ فياريت ان انتوا تقولوا لي كلامي كان صح ولا غلط.